بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كنت بتكلم مع صديق ليا وبهزر معاه، وأثناء هزارنا قال كلمة عادية جدا، اكتشفت بعد كده إن أنا اتضايقت. يمكن الموضوع ده خلاني أفكر ليه أنا اتضايقت، إيه اللي خلاني اتضايقت، إيه اللي خلى الغضب صار جوايا. أنا ما كنتش عارف الموضوع إزاي، ولكن تفكيري خلاني دايما أفكر في الموضوع ده، إن ممكن تقول كلمة على سبيل الهزار تتقلب جد. وده اللي إحنا عارفينه في مجتمعنا، ان دايما لما تقابل حد وتقول له كلمه معينه يتضايق منها برغم ان انت بتهزر. لكن بعد كده اكتشفت حاجه مهمه. في كتاب اسمه لا بطعم الفلامينكو للدكتور محمد طه، كان بيتكلم فيها او في شبطار منها عن الالعاب النفسيه. وقال ان الالعاب النفسيه دي هي حاجه بنمارسها مع بعض دايما خلال ال 24 ساعه احنا بنمارسها، ولكن احنا مش عارفين اللي احنا بنمارسه ده هو ده العاب نفسيه، وبتاثر على نفس البشريه، ويمكن بتغير طباع كمان. وعشان كده فاجئت ان في جزء منها او في مقال منها او في بارت موجود هنا في الكتاب بيتكلم عن السخرية والفكاهة والفرق ما بينهم. لو عايز تعرف ازاي خليك معايا، تابع الحلقة بعد الفاصل. الساخرون في الارض. اهلا بكم. لما نكون قاعدين مع اصحابنا وبنهزر وبنضحك، فاحنا بيبقى قصدنا ان احنا نفرح، وقصدنا كمان ان احنا نقرب من بعض ونضيق المسافات اللي هي ما بيننا. لكن احيانا ممكن تقلب بغم. ايوه، تقلب بغم. زي ما احنا عارفين ان في ناس كتير الموضوع يقولك يبدأ بهزار وينتهي بغم. زي مقولة مشهورة عندنا في مصر، لما كنا نقعد نضحك كتير جدا وفجأة تلاقي نفسك وانت بتضحك تقول خير اللهم جاره خير، ربنا يعديها على خير، مع انك بتضحك لكن اتعودنا على كده. وعشان كده برضو فهنا لازم نفرق ما بين فكرة ان انت بتهزر او عندك فكاهة، وفرقة ان الموضوع يكون فيه سخرية. الفرق ما بين الفكاهة والسخرية ان الفكاهة زي ما قلنا قبل كده بتفرح الناس وبتقربهم من بعض وبتضيق الفجوات وبتريح النفس البشرية، لان بتريحك وانت قاعد مع اصحابك. اما بقى السخريه فدايما بتعبر عن حاجه اسمها العنف السلبي، بوسيف اجريشن. يعني دايما انت حاسس ان هي لما حد يسخر منك ان انت بيبقى عندك طاقه سلبيه نفسك تفرغها فيه. وتعالى نشوف بعض الامثله. الدكتور محمد طه في كتابه كان بيتكلم عن امثله موجوده في الحياه، الا ان في امثله تانية كتير اكتر من كده احنا بنشوفها كل يوم. فخلينا على سبيل المثال، لما انت تكون شايف في الشارع وماشي كده وتلاقي اتنين مخطوبين، الاتنين المخطوبين دول ماشيين ماسكين في ايد بعض، او ان هم قاعدين بيضحكوا مع بعض ويهزروا مع بعض، فعندك حل من الاتنين. يا اما هتقولها ان هم تبص لهم كده وتقول ها عقبالي بقى. في الوقت ده انت بتاخدها على سبيل الفكاهه، ممكن اللي حواليك يقول لك اه يا عم يلا اتكل على الله، يلا كده حرك نفسك، يلا احنا هنقعد نستنغرط امتى، كل اللي في جيلك اتجوزه وانت لسه قاعد. اما لو خدتها بشكل تاني، ان هو بص تلاقي اتنين مخطوبين معديين كده وبيهزروا ويضحكوا، وتلاقي بعض الناس يقول لك هو عايش الدور كده، ده ما يعرفش اللي هيحصل له بعد كده، ده هو ده فاكر ان كل الحكايه ضحك ضحك، ده بعد كده هيشوف مر مر. فعشان كده هنا انت نقلت من فكاهه لسخريه. الفكاهه فيها خفه ظل وبساطه وامل للحياه، اما السخريه ففيها تقل تقيل، دم تقيل، رخامه، وفيها كمان احباط. فعشان كده دايما نقول خلي بالك، لازم تخلي بالك في كلامك ما بين السخريه والفكاهه، امتى دي تتقال وامتى دي تتقال. كمان خليني اوضح لك الموضوع بمثال تاني. اثناء ما انت في الشغل واحد من زمايلك اتاخر، في حاجه من الاتنين، ممكن تخش عليه وتقول له ايه يا عم اتاخرت ليه، خير. فهنا انت بتقولها على سبيل الفكاهه وبتتكلم معاه كمان ببساطه، الموضوع بسيط جدا. غير لما تلاقي واحد جاي الشغل متاخر وتقول له ناموسيتك كحلي، ايه يا عم هو مفيش حد سهر غيرك، وهكذا. وتبدا هنا الكلاش، او يبدا هنا المشكله ان انت بدات تسخر منه بدون ما تحس. الفكاهه عباره عن بساطه ما فيهاش اهانه، اما السخريه فكلها اهانه. من الحاجات الجميله جدا اللي قالها الدكتور محمد طه في الكتاب برضو او في الجزء ده، حاجات احنا كنا بنشوفها دايما وبنضحك عليها، لكن ما كناش عندنا علم بالموضوع بيبقى ماشي ازاي. ولكن اغلبنا بيبقى شايف الموضوع بشكل ان في برضو بعض الاهانه، ولكن انت ما عندكش قوه ان انت تعرف الموضوع علميا ماشي ازاي. او من الاخر ما نعرفش ان ده اسمه العاب نفسيه. طب ازاي؟ برامج التوك شو او برامج الكاميرا الخفيه، الحاجات اللي بنشوفها لما تيجي تتفرج على الكاميرا الخفيه الاجنبيه، بتلاقيهم كل الموضوع ببساطه ان هو بيحاول يضحكك، يرسم البسمه على شفاهك، ان هو بيعمل حاجه بسيطه كده، زي مثلا ان هو يصور بعض الامور، مثلا حد بيقع غصب عنه، حد وهو ماشي في الشارع كده. مثلا كنت شفت برنامج ان في ولد ماسك كره قدم، فبيحاول يقرب من الناس ويحاول يديله الكوره، واثناء ما بيديله الكوره مربوطه في حبل، فيروح ساحبها بسرعه، فالشخص التاني اول ما يجي يشوط يلاقي الكوره راحت منه. فهنا كل الموضوع بساطه، فبتلاقي الطرفين ضحكوا مع بعض وهزروا مع بعض.
غير لما نتفرج عندنا هنا في مصر على الكاميرا الخفيه او الاذى الخفي او الكارثه الخفيه، زي اللي بيحصل مثلا في برامج رامز جلال واللي احنا كلنا عارفينها، وقمه قله الادب وقمه الاحباط اللي موجود فيها. الفكره كلها انها بتبدا بمجرد ابتسامه واهلا وسهلا وازيك، وبتنتهي يا اما بارتفاع شاهق، يا اما بحيوان مخيف، يا اما برعب، يا اما بغرقان، يا اما باي مشكله تخلي الشخص اللي قاعد يحس ان هو اتهان وملوش لازمه. مهما عدى الزمن ومهما مر اجيال واجيال واجيال، اعرف ان الشخص اللي اتعامل فيه السخريه دي او اتهان عمره ما ينساها، ويحطها دايما في الاحباط، ويحطها دايما ان انت وصلتني لدرجه ان انا اسخر من نفسي او تسخر مني او تخلي الناس تسخر مني او تخلي الناس كمان تتفرج عليا. هتقول لي اصل الموضوع مش كده خالص، الموضوع بيبقى فيه فلوس، الناس دافعه فلوس، حتى لو دافعين فلوس هو في الغالب بيبقوا واخدين فلوس، بس الغالب الاكتر انهم مش عارفين هيتعمل فيهم ايه. هم عندهم استعداد للمقلب لكن ما عندهمش استعداد يعرفوا ايه اللي اتعمل، عشان كده بيبقى برضه هو نوع من انواع السخريه. بس الفرق هنا ان في البرامج دي سخريه مدفوعه الثمن، وعشان كده الناس تضحك، لا عشان الناس تقول عليك ان انت قليل مالكش اي لازمه، لانه انت استخر منك وتسخر منك بالشكل اللي غير عادي. في فرق ده ما بينه وبين برنامج عادي جدا ممكن يحصل في الناس زي بتاع الاستاذ ابراهيم نصر رحمه الله عليه، اللي كان بيطلع الشارع ويعمل الشخصيه المعروفه مثلا زي زكيه زكريا، اللي كانت بتطلع تتكلم مع الناس وفي الاخر نكون مبسوطين وبنهزر وبنضحك وكلنا نتمنى نقابل زكيه زكريا في الشارع، لانه بمنتهى البساطه بيرسم البسمه على شفايفك وبيخليك تضحك، وهدفه انه يخليك تطلع من الجو الكئيب اللي انت عايش فيه لجو احسن مليء بالمرح. الفكاهه بكل بساطتها فيها حب وتواصل موده، اما السخريه بقى فيها بتر بغض قسوه، هي انها قاسيه بحد ذاتها. السخريه برغم ان هي ممكن تكون شكلها ناعم الا انها عامله زي الرصاصه، بتخش هدفها انها تقتل وتشوه وتكسر الشخص اللي بنسخر منه. عشان كده دايما نسمع مقولات كده او مصطلحات زي روح الفكاهه، لما حد يضحك مع حد يقول لك ده روح الفكاهه. اما لما يكون حد بيضايق حد او بيخنق حد او بيسخر من حد نسميها مراره السخريه. بعد الموقف اللي حصل لي مع زميلي وان هو قال لي كلمه ضايقتني برغم ان هو ما كانش قصده، بس بعد كده عرفت حاجه مهمه جدا، ان احنا دايما كلنا مع بعض بندعي الفكاهه الا اننا محترفين في السخريه. الدكتور محمد طه في الكتاب ده قال حاجه حلوه، قال انه بسبب السخريه اننا ممكن بدل ما نواجه احباطنا بندخل غيرنا فيه او بنحسسهم ان هم محبطين، وبدل ما نتعامل مع الغضب اللي جوانا بنثيره في الاخرين. لا ومش بس كده كمان، بدل ما نعامل اليأس اللي جوانا بنفرقه على بعض من خلال السخرية. في الوقت اللي هتطلع فيه من إطار السخرية إلى إطار الفكاهة ونعيش بشيء من الفكاهة بدل ما نسخر من بعض، أعرف وقتها إننا هنكون في تمام العلم، عندنا علم غير عادي. دايما معروف عن الشعب المصري انه دايما بيسخر من كل حاجه حواليه، وخصوصا في الحاجات اللي فيها مثلا ازمات او حاجات زي كده، زي الاسعار مثلا، تلاقيهم دايما بيسخروا من كل حاجه برغم قمه الازمات دي، الا ان دي من وجهه نظرهم ممكن تكون فكاهه، الا ان الشعب المصري عندهم ميزه، او الناس ولاد البلد عندهم ميزه، ما بيسخروش من بعض. مش هتلاقي حد مثلا بيعيط وتلاقي واحد تاني بيسخر منه عشان بيعيط، نادرا لما بتلاقي حاجه زي كده. مش هتلاقي حد مسكين عايز حاجه وتلاقي حد واقف جنبه ويقول له انا بسخر منك ان انت عايز الحاجه، ما بتحصلش. بتلاقي تعاطف وقوه غير عاديه من المشاعر بتحيط بالشخص ده. مش هتلاقي حد محتاجك جنبه وهتلاقي نفسك بتسخر منه عشان هو محتاجك جنبه، لا هتقف معاه وتكون جو وتكون بقوه. اغلبنا يكون كده لان اتعودنا على كده وعشنا كده. نعود ادراجنا للهدف الاول، ان هو ليه احنا قلنا الكلام ده كله، لان دي بيسموها الالعاب النفسيه. ان انت ممكن تلاقي حاجه في حياتك كده انت بتحصل لك في يوم من الايام بس ما تعرفش ان دي لعبه نفسيه بتاثر على نفسيتك وبتغير من مودك. بتلاقي ان في حاجات بتخليك اصلا تتغير في ثانيه، وممكن نكون قاعدين وبنضحك وبنهزر بس احنا مش عارفين هو انا ضايقت ليه، انا اتخنقت ليه، ايه اللي خلاني في وقت من الاوقات متضايق. وده لان في لعبه نفسيه اتعملت عليك، ممكن تكون بمعرفه او غير معرفه، بقصد او غير قصد، المهم انها اتعملت عليك. انت بتحاول قدر الامكان تكون على قدر الثقه والمسؤوليه من الموضوع ده، بس هل فعلا قدرت تتغلب عليها؟ اشوفكم ان شاء الله قريب في حلقه جديده، وممكن نتكلم عن لعبه نفسيه جديده او حاله نفسيه جديده. شكرا وشكرا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.